السلام عليكم متابعيني. قشرة الشعر. انا دلوقتي بسرح بلاقي قشر في الفرشة، بلاقي قشر على البلطو او على القميص اللي انا لابسه. طبعا في قشرة الشعر دي بتبقى قشرة دهنية، القشرة جافة، قشرة نتيجة الفطريات. برشح لكم النهارده السلنجينا شامبو. السلنجينا شامبو بيحتوي على السيلينيوم سلفايد ومادة البيروكتون أولامين. دي مواد مضادة للفطريات، وفي نفس الوقت طبعا معظم الحاجات اللي هي مضادة للقشرة بحس ان شعري نشف. لا، السلنجينا بيحتوي على مادة زيت الجوجوبا وزيت الأملة، دول مرطب ليبقى في نفس الوقت شعره طريه معايا. طب انا هستخدمه ازاي؟ طريقه الاستخدام: هستخدمه مرتين في الاسبوع، وبترك الرغوه على الشعر من 2 ل 3 دقيقه مع التدليك لفرو، لان برضه بعضنا بننسى هندلك فرو بس عشان اتاكد الماده الفعاله. في نفس الوقت السلنجينا شامبو ده ما فيهوش ماده السلفه، يبقى امن على الشعر. هو فيه سيلينيوم سلفايد. سيلينيوم سلفايد دي مضاده للفطريات، وماده الاولامين مضاده للفطريات. وعندي زيت الجوجوبا وزيت الامله بيطري الشعر، عشان يبقى في نفس الوقت يبقى الشعر معايا طري مش ناشف زي باقي شامبوهات اللي ضد القشره. هو بينزل عبوتين، عبوه صغيره ب 105، عبوه كبيره اللي هي 220 مللي دي ب 165. تحياتي. السلام عليكم متابعيني. تساقط الشعر، بهتان الشعر، ضعف بصيلة الشعر، بلاقي شعر كتير في فرشة التسريح. بكلم حضراتكم النهارده على البنتوجار، الدواء المصرح الوحيد في مصر لعلاج تساقط الشعر. المادة اللي فيه هي مادة خميرة الفيجار. دي رو ماتيريال بتيجي من ألمانيا، تصنيع شركة ميرس. بيتصنع هنا في مصر شركة ماركريل. طبعا مادة خميرة الفيجار دي مادة مغذية لبصيلة الشعر، بتقوي بصيلة الشعر. زائد المادة الثانية والثالثة هي B1 وB5، فيتامين B1 وB5. فيتامين B1 وB5 معروف ان هم فيتامينات بتغذي بصيلة الشعر، بتساعد على نموها بطريقة صحيحة، بتقلل لي التساقط. زائد ان هم ووتر سوليبل، بيدوبوا في الميه، بالتالي مش زي باقي الادويه الثانيه اللي هي بتبقى ما بتدوبش في الميه، بالتالي بيبقى تعمل مشاكل في الكلى. لكن ده ووتر سوليبل، يعني بالنسبه اي زياده في فيتامين B1 وB5 بيخرج مع البول عادي. الماده الرابعه والخامسه هي ماده السيستين، ماده الكيراتين، دي مواد مغذيه لبصيله الشعر. والماده السادسه هي امينو بنزويك اسيد. امينو بنزويك اسيد من المواد المعروفه انها بتقلل الشيب، انها بتحافظ على بصيله الشعر، انها تخرج ماده الميلانين المسؤوله عن صبغه الشعر، اللي هي بتقلل ظهور الشيب وتدي رونق واللون للشعر. يبقى انا دلوقتي خميره الفيجار ده رو ماتيريال بيجي من المانيا، بتغذي بصيله الشعر، تقلل لي التساقط. بالنسبه لجرعه البنتوجار، جرعه البنتوجار هي 3 إلى 6 كبسوله، من 3 كبسوله لمده 3 إلى 6 شهور. 3 كبسولات في اليوم، يعني بعد افطار بعد غدا بعد عشاء، من 3 إلى 6 شهور يبدا مظهر شكل نمو الشعر كده، وبتقوى بصيله الشعر، والتغذيه بتوصل لها كويسه بفضل التركيبه المميزه للبنتوجار. وزي ما قلنا في اول الفيديو ان البنتوجار هي الماده، هو الدواء الوحيد المصرح من وزاره الصحه لعلاج تساقط الشعر. شريط ب 40 جنيه. تحياتي مع تمنياتي للجميع بالشفاء العاجل.